السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ دايما يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى الفراخ المحشية بالرز والكبد، وازاي الفراخ تطلع لونها حلو بالشكل ده ومحمرة من غير ما تحمريها في الزيت او تسلقيها. يلا بينا نعرف المقادير مع بعض، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. في حلة على النار هحط شوية من الزيت وعليهم معلقة من السمنة البلدي، وبعد كده معايا نص كيلو من الكبد بتاعة الفراخ. هقلبها كويس جدا لحد ما تبتدي تدي لون معايا. اول ما تبتدي تدي لون معايا بالشكل ده، هنزل بالبصل اللي انا مخرطاه صغير جدا. زي ما انتوا شايفين هي بدأت تدي لون معايا كده بالشكل ده، وبعد كده حطيت البصل، وبعد كده هحط الفلفل الاخضر. هقلب بقى البصل مع الكبد والزيت والسمنة، هقلبهم كلهم في بعض. وبعد كده هبتدي طبعا احط الرز. اول ما ابتدي احط الرز كده هبتدي طبعا انزل بالتوابل زي ما انتوا شايفين. وطبعا التوابل بتاعتي عبارة عن ملح، فلفل اسود، السبع بهارات، البابريكا، وكاري، وكمان مكعب من مرقة الدجاج. هحط كل المكونات دي وهقلبهم كويس في بعض. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الصويا صوص. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت التوابل بتاعتي، هقلبهم الاول في بعض، وبعد كده هحط معلقة صغيرة خالص من الصويا صوص، يا دوبك رشة كده علشان تدي بس طعم ولون للرز بتاعي. قلبتهم كويس كده في بعض، وبعد كده هحط نص كوباية من المية. ما بحطش مية كتير يا جماعة في الرز بتاع حشو الفرخة، لان انا عايزة الرز نص سوا مش سوا كامل. يا دوبك هاخده تقلبتين كده وهقلبه، وبعد كده هغطي عليه وهوطي النار لحد بس ما يتشرب المية بتاعته. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ هنا بقى طبعا بعد ما استوى نص سوا كده، شايفين شكله ولونه حلو ازاي؟ جبت طبعا الفرخة بتاعتي نشفتها من المية كويس جدا علشان لما احشي الفراخ ما تبقاش فيها اي مية من جوه. هبتدي طبعا افتح الصدر كده من جوه علشان هحشي طبعا الرز في الحتة اللي تحت الجلد دي، وكمان هحشي الفراخ من جوه ومن الجناب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنا انا بحشي كل الفرخة من الجناب ومن الصدر وكمان من جوه، وبقفلها كويس جدا علشان مفيش اي رز يقع منها. بعد ما حشيت الفرخة وقفلتها كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجيب معلقة سمنة بلدي وبدهن بيها الفرخة كويس جدا من الجناب ومن الصدر. وطبعا بجيب بقى الكيس الحراري وبقفل بيه الفرخة كويس جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الكيس الحراري هو اللي بيخلي الفرخة تستوي معايا، وكمان بيديها لون محمر من غير بقى ولا تسلقيها ولا تحمريها، بتطلع معاكي الفرخة حلوة جدا. وبربط الكيس كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبجيب خلة صغيرة، خلة خشب، وبخرم بيها الكيس زي ما انتوا شايفين علشان خاطر افضي اي هوا في الكيس. وبعد كده بدخلها الفرن. وهنا طبعا بعد ما خرجت من الفرن بقى شايفين شكلها عامل ازاي. بجد ما شاء الله الفرخة واخدة لون واحد من غير ولا تسلقيها ولا تحمريها في الزيت. بجد حلوة جدا، وكمان الرز اللي بالكبد مديها طعم حلو قوي. اتمنى ان انت تجربيها، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا على خير.